هذه الصور التي انتشرت بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي ليست لفنانين أو ممثلين أو مهرجين، بل هي لأتباع فرقة صوفية تقليدية لها تاريخها، لكن تم صبغها ببدع غريبة. وهذه الكركارية قلت لك طريقة معروفة وجاية من عند سيدي العربي الدرقاوي. وسيدي عبد العربي الدرقاوي بنفسه ما كانش يقبل الظهور للمجتمع، الظهور هذه المرقعات وكل شيء كان يلبسهم للمريدين بيمتحنهم بيقهر لهم النفس تاعهم، ولكن باطنيا. عمره ما كان التصوف هذا العلماء تاع التصوف عمرهم ما يحوسوا يبينوا للناس. الحضرة، السياحة واللباس المرقع ثلاثية تميزت بها الفرق الصوفية في مسار التجرد من الدنيا والزهد، لكن كركريي العصر الحديث كان لهم إضافات انحرفت بالطريقة عن جوهرها الصوفي. بالنسبة للدائرة التي يدورونها ويذكرون الله قياما يكررون فيها لفظ الجلالة، هذا معمول به عند أهل الزوايا كلهم وعند أهل الطرق، وهذه تسمى بالحضرة وتسمى أيضا بالتواجد. هذا لما يكثر من ذكر الله فيصير في جسمه أو في حركاته تواجد تسمى بالوجدان. الظهور بهذه الألبسة الغريبة والرقص، القفز، وحتى الحديث في أمور عجيبة لم تكن يوما جزءا من الفرق الصوفية التي تقوم على الزهد والتجرد من الدنيا، لكنه الجهل يصنع العجائب. بداية، طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتصدي لما بات يعرف باسم الطائفة الكركرية التي ظهر بعض روادها وهم يجولون بلباسهم المتعدد الألوان في ولاية مستغانم. وقالت الجمعية في بيان لها أنها تناشد السلطات العليا ومسؤولي الأمن التدخل العاجل لوقف مثل هذه الزيارات ولو كانت سياحية، ومجابهتها بنفس الحزم الذي تعاملت به الحكومة مع الأحمدية والشيعة. وقام العديد من أتباع هذه الطريقة في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة بنشر عدة صور وفيديوهات للتعريف بها وأماكن تمركزها، آخرها فيديو لمؤذن جزائري يدعو لاتباع هذه الطريقة ويشرح كيفية تطبيقها ومكان تواجد الزاوية بالجزائر، وهو الأمر الذي لقي الكثير من سخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن هذه الطريقة لا تمت بأي صلة للإسلام ولا لعادات وتقاليد الجزائر. من جانبه حذر شيخ الطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا الشيخ حسن حسن من الكركرية التي اعتبرها اختراق أجنبي للجزائر وللمذاهب الصوفية فيها، مطالبا بتدخل وزارة الشؤون الدينية لوضع حد لهذه الطريقة. أخوكم في الله العبد الضعيف موسى بالغيث من مستغانم الجزائرية. أكرمني ربي بدخولي إلى الطريقة الكركرية. أثار خروج بعض مريدي طريقة صوفية إلى شوارع مدينة مستغانم جدلا واسعا، خاصة وأنهم أقاموا طقوسا دينية غريبة عن تقاليد المنطقة. هذه الطقوس تمثل الطريقة الكركرية ذات الأصول المغربية، والتي أعلن بعض الجزائريين مؤخرا اتباعها، وهو الأمر الذي أقلق السلطات الأمنية ما دفعها إلى فتح تحقيق أمني في القضية. عبد القادر خربوش. لم يعتد الجزائريون على مثل هذه الطقوس في الشوارع. قبل أيام قليلة تفاجأ مواطنو بعض الولايات الغربية للوطن بقوافل تضم العشرات من مريدي الطريقة الصوفية ذات الأصول المغربية أو ما تعرف بالكركرية في خرجة غريبة غرابة اللباس الذي يرتدونه والطقوس التي يؤدونها. والبداية كانت بإعلان أحد المؤذنين بولاية مستغانم مبايعته لزعيم الطريقة. أكرمني ربي بدخولي إلى الطريقة الكركرية، حيث أتيت إلى الزاوية الكركرية بمدينة العروي العام الماضي، وبايعت سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف. العجيب والغريب هو أنه يتم استيراد هذه الطريقة من المغرب وأصحابها من منطقة محافظة بحسب معرفتي بها، ولها من المخزون والموروث الصوفي والعرفاني ما يكفيها. يعني لا يوجد ما يغري في الطريقة الكركرية حتى يعني أبنائنا يستوردون هذه الطريقة من الخارج.
ويزعم أتباع الطريقة الكركرية نسبهم إلى جبريل عليه السلام، فيما تعود نشأتها إلى المغربي محمد فوزي الكركري، وقد عرفت انتشارا واسعا في عدد من البلدان. ومنذ حوالي عامين يحاول زعماؤها نشر طقوسهم في الجزائر لأغراض سياسية بحسب مختصين. أنا أتحفظ على مسألة البيعة. كل جماعة سواء كانت سياسية أو دينية لها في أجندتها أو لها من مبادئها أو أنها تبايع الزعيم، وهذا الزعيم هو خارج الوطن، يعني مرجعية أجنبية خارج الوطن. فأنا نضع علامة استفهام وتدخل المسألة في إطارها الأمني السياسي، وخاصة أنه نعرف بأنه هناك يعني سوء تفاهم وفيه اشتباك وفيه يعني ربما خلافات وتوتر ما بين الجزائر والمغرب. ظهور الطريقة الكركرية بهذا الشكل المفاجئ في الجزائر، ولو أن أتباعها يعدون على الأصابع، إلا أن جرأتهم في إحياء طقوسها علنا يدفع إلى التساؤل عمن يقف وراء محاولة جديدة لاختراق نسيج المجتمع الجزائري الذي يزخر بموروثه الديني والثقافي ولا يحتاج إلى من يزعم ادعاءات كهذه. رأيت سقفا مملوءا باللون الأخضر وفيه الكواكب، ثم أتوا عندي 5 أشخاص لابسين الثياب الأبيض، وشاهدت نور الله عز وجل، ثم رجعت المرة الثانية طوي لي فيها الزمان والمكان، والملكوت عاد لي ملكا والغيب شهادة، فجمعت لي السماوات السبع. السلطات الأمنية لمستغانم وفور انتشار هذه المقاطع على الانترنت فتحت تحقيقا أمنيا في القضية لقطع الطريق أمام مروجي هذه الأفكار وخلفياتها السياسية.
هاي